هاي يا انيا، ازيكم ملكات الحلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده رجعت لكم فيديو جديد، وفيديو النهارده هيكون عباره عن شويه نصايح عشان لو عايزين سنه دراسيه تبقى احلى واجمل سنه عدت عليكم. المهم قبل ما نبدا الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان اول ما انزل لكم فيديو جديد يوصل لكم. وبس كده، ليتس جو. طبعا احنا عارفين ان باقي خلاص اسبوع وشويه على المدارس، فايه طبعا اللي هو انتوا عايزين السنه تبقى تحفه وجميله وما تراكموش وما تعملوش اي حاجه من الغلطات بتاع السنين اللي فاتت. فانا هقولك على 8 طرق تخليك متفوق وناجح وتجيب المواد في شوال، وتوازن ما بين المذاكره والمحاضرات والحصص اللي انت بتحضرها في المدرسه، سواء كنت ثانوي عام انتظام او خدمات. تمام؟ المهم، جاهزين مستعدين اكيد. اول خطوة عندنا وهي انك تنظم نومك جدا جدا. تنظم نومك يعني شكلي وانا ما بنظمش نومي. المهم، اهم حاجة ان انت تنظم نومك، تشوف تنام على الاقل من 7 ل 8 ساعات. ده علشان ما يحصلش ارهاق ولا يحصل لك توتر فيما بعد، لان انت مش هتقدر تكمل السنة بنظام النوم الكلاب اللي احنا بننام بيه. تمام يعني؟ لازم تنظم نومك، تظبطه. يعني مثلا، يا رب نخلص، يعني مثلا تنام من 11 وتصحى 5. ده على فكرة هيبقى مناسب موت مع اللي بيروحوا المدرسة الصبح. تنام 11 وتصحى 5، كده حوالي 7 ساعات او 8. وتنام مثلا، ممكن تنام ساعة في نص اليوم علشان تفصل. فدي كانت اول حاجة، ان احنا ننظم نومنا. تاني حاجة تاني حاجة بعد ما برجعها، بعد ما بتظبطوا نومكم، وهي ترتبوا وقتكم. تجيبوا ورقة وتكتبوا فيها كل المواعيد اللي عندكم، بقى دروس، سناتر، ما دروس مهم، دروس، يعني ميعاد المدرسة. على فكرة عملت فيديو، عملت جدول المدرسة وكده، وكان فيه كل حاجة اللي انا بتكلم عليها دي، علشان يعني ما نضيعش وقت هنا. انا كده كده اتكلمت عليه قبل كده. ان انتوا ترتبوا وقتكم وتبقوا عاملين كده جدول، اللي هو انتوا عارفين كل حاجة انتوا محتاجين تعملوها في اليوم، سواء بقى مذاكرة، وتبقى حاطط حافز لنفسك بعد ما تخلص. يعني مثلا قول انا بعد ما اخلص الشابتر ده هاخد بريك شوية وهنزل اتمشى، مش همسك الموبايل طالما لسه مخلصناش. يبقى ما نمسكش الموبايل. تمام؟ علشان طبعا هنمسك الموبايل فهنعمل ايه بقى؟ هناخد مثلا بريك ربع ساعة، فالربع ساعة هتجيب نص وساعة، في الاخر هتلاقي جه الساعة، يعني مثلا تبقى بادئ 5 هتلاقي جه على الساعة 9 كده وانت ما عملتش اي حاجة خالص غير الشابتر اللي انت قلت عليه، وانت كنت كاتب لستة طويلة. ما تحطوش اهداف تخيلية، يعني اللي هو انتوا حطوا اهداف على قد ما قدرتكم اللي انتوا عارفين ان انتوا هتحققوها النهارده. يعني انت مش تحط لي انا هذاكر النهارده كل المواد بقى وانا ورايا دروس كتير اصلا وما عنديش وقت فاضي غير 3 4 ساعات. فده ما ينفعش، ده في اخر اليوم هتيجي تحبط وما تقولش انا هتحدى نفسي، لان ده مش هيحصل. يعني سواء انت كنت هتتحدى نفسك فده مش هيحصل نهائي. لان يا حبيبي انت مش بطل خارق، اللي هو انت هتجيب وقت منين؟ ده هم 4 ساعات بس في اليوم، فهتجيب وقت منين بقى كم المواد دي كلها؟ 6 مواد. ما ينفعش حطوا اهداف هتعرفوا تحققوها علشان تحسوا ان انتوا انجزتوا. وما بين كل فتره والتانيه، دي النقطه، كل فتره والتانيه ان انتوا تراجعوا. انا عارفه ان انتوا مش هتعرفوا تراجعوا ابدا في وقت المدارس والدروس وكده، الدروس والمدارس والامتحانات والتقييمات. بس كل فتره، يعني مثلا كل اسبوعين تخلوا فيه يوم فاضي، سواء لو يوم الجمعه اللي انتوا واخدينه فري مش مشكله، تخلوه يوم ان انتوا تراجعوا فيه على المواد اللي قبل كده. يعني كل فتره عشان ما تنسوش القديم، يعني اللي هو احنا بنبني عشان ما ننساش. احنا ماشيين في المنهج فل ومش مراكمين ولا اي حاجه. فجاه انتوا لو ما مشيتوش بنظام المراجعه كل فتره، فجاه كده هتيجوا عليكم في وقت ان انتوا ايه ده، هو ده انا خدته قبل كده؟ استحاله تفتكروا. فعلشان نتفادى هذه النقطه، كل فتره نراجع. نراجع. شايفاك يا اللي بتقول ملهاش لازمه المراجعه، انا كده كده بذاكر، ولا مش عايزين عبط. تمام؟ المراجعه شيء اساسي، مهم 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 لابعد حد.
ودي رابع نقطة غالبا اللي انا عايزة اقول لكم فيها، ان انتوا تهيئوا المكان اللي انتوا هتقعدوا فيه. يعني ما تقعدوش على المكتب وهو متبهدل، لان طبيعي مش هتركزوا هيشتتكوا الحاجة اللي على المكتب. يبقى مكتب مرتب، اضاءة كويسة، ومية جنبك، يعني اللي هو مية بتزود على فكرة التركيز والله. فتبقى مكتب مرتب، اضاءة كويسة، مية جنبك، بتساوي تركيز وانتاجية عالية. تمام. ونخش على الجزئية اللي بعدها، مش فاكرة دي بيتهيألي خامس ستيب، وهي ان انتي قللي السوشيال ميديا. انتي كده كده اصلا ورانا مدرسة وورانا دروس، فطبيعي احنا نقلل السوشيال ميديا غصب عننا، لان احنا مش هيبقى عندنا وقت فاضي وقت القدر الكافي ان احنا نضيعه بصراحة. يعني احنا يا دوب الوقت بتاعنا محدد، وايه محدد كده، اللي هو احنا ماشيين بنظام. على فكرة هنمل وهنحبط في النص وهنقف، بس هنرجع نكمل تاني. يعني احنا مع بعض هنرجع نكمل، مش عشان انا احبطت وركمت 3-4 دروس يبقى خلاص مكملش والسنة ضاعت، او بمعنى اصح الترم كله ضاع. لا، اصل انت طالما الامتحان مش بكرة، يبقى انت لسه عندك وقت. تمام. يعني خلوها كده قاعدة، انت لسه قدامك وقت، هتكمل وهتوصل، يعني هتوصل. فكده لازم ان احنا نقلل السوشيال ميديا. يعني انت مثلا لو انت بقى ايه واحد، انا كمريم انا عندي دروسي كلها سناتر، فانا ما باخدش اونلاين، فانا ما عنديش وقت فاضي. ووقت المواصلات ده استغلوه كويس في ان انتوا تسمعوا فيه بودكاست او تعملوا اي حاجه مفيده. فايه زي ما قلت لكم كده، ان السوشيال ميديا قللوها. هو مش في الاول طبعا، يعني في الاول اللي هو صوتي، فاللي هو ايه قللوها، حاولوا تقللوها. انا عارفه ان الموضوع في الاول هيبقى صعب جدا 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 لابعد حد والله. اصلا انا جربته، يعني انا كنت بجرب باجي في الاجازه بصوا بقعد على السوشيال ميديا كتير، طبعا كلنا كده. فاللي هو الواحد بيتعود على حاجه ولما بيجي يغيرها فبتبقى صعبه. فايه مع الاستمراريه هتوصلوا، مع الاستمراريه هتحققوا اللي انتوا عايزينه، مع الاستمراريه هتعملوا كل حاجه انتوا نفسكم فيها. عايزين ايه عايزين ايه تاني اكتر من كده؟ والسادس نقطة مش فاكرة، انا بنسى الترتيب. المهم يعني في النقطة اللي بعدها بقى، يا رب نخلص. الناس اللي في الشارع ما بيحللهمش الاصوات غير وانا باجي اصور فيديو. فهنكمل والله هكمل. فايه النقطة اللي بعدها وهي السادسة غالبا، يعني صحابي ايه محورهم معاك؟ يعني صحابك انت، يعني اقعد كده مع نفسك اسأل، هل صحابك دول بيجوا يحبطوك عشان ما تذاكرش، ولا بيجوا يقولوا لك لا يلا قوم ذاكر ورانا كذا ورانا كذا ورانا كذا؟ فطبعا النوع الاول اللي بيحبطك وما بيعملش اي حاجه ده اركنه، اللي هو اركنه على جنب، ملناش دعوه بيه. مثلا يجوا يقول لك ايه، لا ده انا ما ذاكرتش وما عملتش. عارفين الناس الحرابيق هم دول، بس بمعنى مختصر. فايه ابعد عنهم وقلل، وفي الاخر انت اصلا كده كده هتلاقي ناس معينه صحاب، وهتلاقي ان هما دول فعليا الصحاب الحقيقيين المفروض انت تبقى معاهم. فابعد عن صحاب السوء. النقطه اللي بعدها وهي استخدموا طرق جديده للمذاكره تساعدكم. وبالله عليكم يعني ما تحسوش ان المذاكره اللي هي تقيله على قلبكم. هي فعلا المذاكره تقيله، بس انت ككائن قاعد بتتفرج دلوقتي، لو فضلت تقول لا صعب الدرس ده، صعب الشابتر ده، صعب لا الكلمه دي صعبه فانا مش حافظها، ده طبيعي ان انت هتكره المذاكره. فايه حضرتك ناوي تعمل كده؟ اتمنى لا يعني. تمام. فايه ما تحاولش تكره نفسك في الحاجه علشان تبقى بتعملها بكل حب. what are you doing؟ فايه ماشي يعني. فانت تستخدم طرق مذاكره جديده، اتعامل مع المذاكره كانها لعبه. يعني وانت قاعد بتلخص، اللي هو انت بص بترسم حرفيا، يعني اللي هو مثلا كالاحياء اللي اتلغت عندنا دي. يعني اي حد في ثالثه ثانوي حاليا بيتفرج على الفيديو بجد هيبقى عارف متوقع ان انا بقوله. يعني مثلا عندك اعضاء واجهزه، فبترسم، اللي هو انت بتطلع هوايه او مهاره في المذاكره. فاللي هو انت بتكتسب حاجتين، بتذاكر فايه انت بتكتسب حاجتين، بتذاكر
بتنمي هوايتك برضه. فاتعاملوا مع المذاكرة كأنها لعبة وحاجة سلسة وسهلة ولذيذة، ماشي. واستخدموا طرق مذاكرة جديدة. عندكم البومودورو تقنية البومودورو، وعندكم طريقة 3 في 3 كنت منزله لها فيديو شورتس قبل كده، فانا اي حاجة انا قلتها فمش هعيدها تاني عشان وقت الفيديو، عشان انا برغي كده يعني اللي هو انا برغي والفيديو بيطول. وعندكم طرق مذاكرة جديدة تانية، اللي هو انتوا مثلا طريقة تفاعل ان انتوا تشرحوا لنفسكم، تشرحوا لحد صغير مثلا او اي حاجة. وفي طريقة تفريغ، اللي هو انت خلاص سمعت المحاضرة او كنت في الدرس ففهمت الشرح، فهترجع هتجيب ورق قديم او ورق جديد، اي حاجة، المهم ورق حاجة بتتكتب فيها، وهتيجي بعد ما تذاكر الدرس طبعا. يعني اللي هو انت فهمت الدرس من المستر او من في السنتر او اونلاين، فاي حاجة عموما، فبترجع بتذاكر الدرس وبتفهمه كويس برضو تاني. وبعد كده بتجيب ورق وبتبدأ تكتب كل حاجة انت فهمتها او فاكرها، او بتلخص من اللي انت فاهمه. فدي حاجتين مهمين، يعني اللي هو طرق جديدة. كل فترة ابتكر طريقة جديدة وشوف ايه الطريقة المناسبة معاك. وانا مجهزه لكم برضو ازاي نذاكر المواد دي كلها. فايه، استنوا فيديوهات جامده جدا. النقطه اللي بعدها، وهي غالبا دي هتكون اخر نقطه، هي علاقتك بربنا. اهم حاجه، هو المفروض كانت في الاول، بس عشان هطول، يعني هو انا كده كده هطول. فعلاقتك بربنا، يعني انت لما تكون علاقتك بربنا مش متصلحه بالقدر الكافي، فعمرك ما هتنجح في اي حاجه. ممكن يخليك تنجح والله وتحقق كل اللي نفسك فيه، اللي هو ربنا ممكن على فكرة يخليك تنجح تعمل، بس ممكن ما تكونش بتقيم ليل، تقرا الاذكار زي ما كنت متعود. فايه، حاولوا تصلحوا علاقتكم بربنا كويس جدا، يعني زي صلاة على أو وقتها. فايه، احب الاعمال الى الله الصلاة في وقتها. ويعني انا بقى هقول لكم على كام حاجة اللي هو طبيعي اي حد مسلم تمام بيحصلها في وقتها. هتقولوا لي طب مواعيد الدروس وكده، ماشي يا حبيبي. الدرس مثلا عندك درس الساعة 1 والظهر اصلا بيبدأ الساعة كام؟ 1 ل5، والطريق ما بين بيتكم للدرس نص ساعة، ماشي روح الدرس ولما ترجع تصلي على طول. يعني اللي هو مش تقول يا جو بره حر انا تعبت من المشوار فانا هرتاح شوية، والله هترتاح فيها مش هتقوم. يعني هو انت يا هتقوم على العصر وهتصلي ظهر وعصر، يا هتقوم قبل العصر بدقيقتين 3 كده، وليه لسه 4 في خشوع على فكرة. يعني اللي هو ايه، حسوا بالحاجة اللي انتوا بتعملوها، استشعروا معاني الآيات القرآنية اللي انتوا بتقولوها وانتوا بتصلوا. فدي أول حاجة الصلاة. تاني حاجة الأذكار اللي بعد الصلاة، يعني اللي هو الإجمالي كله على بعضه الأذكار مش هتاخد منك 5 دقايق، وصلاة 5 دقايق يعني 10 في 5 بساعة، ودي طبيعي ساعة عندك فاضية. يعني اللي هو ماشي فاضي ساعة، على فكرة انت لو فضيت علشان عمل انت بتعمله عشان تتقرب بيه لربنا، ربنا هيبارك لك في الوقت بتاعك. فالصلاة، وبعد الصلاة على طول وانت قاعد على سجادة الصلاة أذكار بعد الصلاة واذكار المساء والصباح. هقول لكم على حاجه عشان ما تنسوش ان انتوا تقروا اذكار الصباح والمساء. بعد صلاه الفجر مباشره انت بتقعد هتقرا اذكار الصباح واذكار بعد الصلاه، وبعد العصر برضو مباشره هتقعد وهتقرا اذكار بعد الصلاه واذكار المساء واذكار النوم طبعا بعد العشاء. يعني اللي هو العشاء بتبدا الساعه 9 وهتقعد شويه مثلا فتقراها وتنام، او لو وراك مذاكره تانية يعني ايه ذاكر وبعد ما تخلص يبقى اقراها ونام. المهم، وتالت حاجة اللي هو الذكر. يعني انت عندك طريق من بيتكم للسنتر انت بتمشي فيه، فاذكر ربنا، استغفار، فايه الصلاة على النبي والتسبيح، استغفار، لا اله الا الله، اي حاجة غير كده بتاخد حسنات. ويوم القيامة الارض اللي انت بتذكر فيها ربنا بتبقى شاهدة على كده. تمام. وايه تاني، يعني اللي هو اظن ان في ايه تاني مش عارفة، اللي هو المفروض الحاجات دي أساسية. لو عندكم حاجات تانية انتوا بتعملوها في يومكم عشان تقربوا من ربنا، وهي حاجات يعني في منهم فرض وفي منهم اللي احنا بنتقرب عبادات، بنتقرب يا رب تكونوا فاهمين. مش عارفة ايه اللي حصل النهاردة، يعني وكأني أول مرة قاعدة قدام كاميرا مش عارفة أتكلم. المهم، تمام. فايه، وعندكم ايه تاني، يعني اللي هو بصوا بقى، يعني اللي هو اي حاجة معلومة عارفينها فقولوها لاصحابكم هتاخدوا اجر والله.
انا اللي هو مش عشان انا عرفت المعلومه دي فما اقولهاش حرابية، ها. فلا، اللي هو شيروا عشان كلكم تستفادوا وكلكم تاخدوا الاجر والثواب، فطبيعي. وحتى اي معلومه دينيه بتعرفوها انتوا عندكم السوشيال ميديا كلها، مواقع السوشيال ميديا كلها عندكم، فنزلوا ستيت واتس، ستوري واتس، ستيت فيس، اي حاجه، المهم كلنا هنستفاد. واحنا جايين عموما الدنيا دي علشان ايه؟ علشان كلنا نفيد بعض ونعين بعض ان احنا نقرب من ربنا. ده منظرنا ده، مش دي الامه اللي الرسول بكى شوقا ليها عموما يعني. كل واحده، بصوا انا هخرج برا الموضوع بس عشان انا عايزه اتكلم. فكل واحده تبص لنفسها قدام المرايه كده وتقول انا لو كنت عايشه في زمن النبي كان هيبقى راضي بحالي ده؟ لو كانت الاجابه فانتي تمام وزي الفل. لو كانت الاجابه لا، فعيدي ترتيب حساباتك تاني من الاول. ايوه بس. القاكم في فيديو قريب باذن الله. كده يكون الفيديو خلص، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. باي.